السلام عليكم. في سنة من السنوات قبل رمضان سويت 3 خطط لختم القرآن الكريم في رمضان. الخطة الأولى كانت لختم القرآن تلاوة 3 مرات في الشهر، يعني تقريبا في اليوم 3 أجزاء في كل 10 أيام ختمة. طبعا هذه الختمة كانت تلاوة نظرا يعني بالمصحف. أما الخطة الثانية فكانت ختم القرآن سماعا، واخترت الشيخ ياسر الدوسري إمام الحرم. وسبب اختياري للشيخ أن الشيخ قراءته جميلة وأيضا سريعة، حتى أحيانا كان إذا ضاق علي الوقت أسرع التسجيل، فكنت يوميا أسمع جزء من القرآن. وانتهى ولله الحمد الشهر وقد ختمت القرآن سماعا للشيخ ياسر الدوسري. فكنت أيضا عندما أسمع القرآن من الشيخ ياسر الدوسري أفتح المصحف حتى يثبت معي الحفظ. واستفدت من هذه التجربة أني اكتشفت بعض الأخطاء التي كانت لدي في حفظ القرآن الكريم. ومن الفوائد أيضا في هذه التجربة أيضا فادتني في تصحيح وتجويد التلاوة الصحيحة للقرآن الكريم. أما الخطة الثالثة فكانت هي الأجمل، وهي الشاهد من هذا المقطع. الخطة باختصار أني ختمت جزء واحد من القرآن تدبر خلال شهر كامل. كنت في كل يوم أختار وجه أو أقل من الوجه، وأجلس على هذا الوجه ما يقارب 30 دقيقة أو 45 دقيقة. أقرأ هذا الوجه، أبحث عن تفسير الآيات، وأقرأ بتدبر وتمعن وتفكر، وأكرر هذه الآيات حتى أتفهم معانيها. فكانت هذه التجربة جرعة سعادة وجرعة إيمانية وطاقة إيمانية قوية خلال شهر رمضان. وبسبب هذه التجربة كان رمضان تلك السنة من أجمل السنوات في حياتي. تجربة ممتعة جدا، وأتمنى من الجميع تجربتها في رمضان المقبل. تبقى عليه 15 يوم، فرصة لمن أراد أن يجعل له خطة خلال هذا الشهر، أن يجعل له أيضا خطة بالإضافة إلى خططه، خطة لتدبر القرآن. اختر لك أوجه بسيطة ولو جزء خلال الشهر كامل، لكن هذا سيغير فيك الكثير. وبإمكان الشخص أيضا أن يختم القرآن بهذه الطريقة، ليس في سنة ولا في سنتين، بل حتى في 5 سنوات ما في إشكال. المهم أن يكون لك وردا يوميا من القرآن تدبر، كما أن لك ورد تلاوة أو ورد حفظ تحفظ من القرآن. اجعل لك وردا تتدبر معاني القرآن وتتدبر التفسير وتتفكر في الآيات. طبعا أنا سويت هذا المقطع قبل رمضان تقريبا ب15 يوم حتى يستفيد من أراد أن يجعل له خطة خلال هذا الشهر. أتمنى من الجميع مشاركة هذا الفيديو مع من تحب حتى يستفيد أكبر قدر ممكن. وفقكم الله وكتب أجر الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.